وعلى طول بتجري عشان تروح تطمن على بنتها، لكن لما بتوصل بتعرف ان ليلى ماتت بسبب مرض التهاب السحاية. والدكتور اللي بتبلغهم بالخبر بتطلب من بولين وسيلي ان هم ياخدوا ادويه وقائيه عشان ممكن تكون العدوى انتقلت لهم، ولكن سيلي طبعا بتكون منهاره وبتحس ان بولين هي السبب في اللي حصل، وبتفضل تتخانق معاها وبتقولها تقوم تمشي من قدامها. وبعدها بتروح على المشرحه عشان تبص على بنتها، وهناك بتقابل الدكتوره روز وبتعرف منها ان الجثه مش موجوده في المشرحه وراحت للطبيب الشرعي من ساعه. وطبعا سيلي بتكون متضايقه وبتسالها ازاي الجثه تخرج من غير ما حد يبلغها، ولكن روز بتقول لها انها ملهاش دعوه وبتعرفها انها تقدر تتواصل مع الدكتور الشرعي وتعرف منه احسن. وفعلا بتمشي سيلي وبتروح تعتذر لبولين على اللي قالته، لكن وهم في العربيه بيخرجوا من الجراج بتشوف سيلي الدكتوره روز ومعاها شنطه كبيره وبتحطها في عربيتها، ولكنها بتبص عليها ومش بتهتم وبتمشي. ولما بترجع للبيت وبتفضل تقلب في الرسائل اللي جات لها من بولين واللي كانت عاوزه تعرفها ان بنتها تعبانه وانهم راحوا على المستشفى، وبيكون واضح عليها انها متاثره وزعلانه. وتاني يوم بتروح على المستشفى مره تانيه وبتفضل تتخانق معاهم لانهم لحد دلوقتي مش لاقيه جثه بنتها ومش عارفه مكانها. وروز بتكون سامعه الخناقه دي وبتنزل بسرعه على العربيه بتاعتها، وساعتها بتشوفها سيلي وبتنزل وراها وبتحاول انها تنادي عليها عشان تكلمها، ولكن روز بتدور على العربيه بتاعتها وبتهرب بسرعه. بس سيلي بتفضل تفكر وبتقول ان اكيد الدكتوره دي وراها حاجه وهي اللي تعرفني مكان جثه ليلى.